أن بعض الناس يخرج من المحكمة يقول كسبت القضية، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه عنده تزوير وعنده غش وعنده شهود زور، يعلم ذلك من نفسه ويقول كسبت القضية ويفرح، وما علم المسكين أنه خسر الخسران المبين. ولهذا ينبغي أن يعلم، وراجعوا في ذلك قول الله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. جميع الخصومات التي في الدنيا والتي يقضي فيها القضاة والحكام كلها تعاد يوم القيامة. هنا في الدنيا فيه شهود زور وفيه غش وفيه تزوير وفيه أشياء من هذا القبيل، لكن جميع الخصومات ستعاد يوم القيامة. والفصل بين الناس وأداء الحقوق، لتؤدن الحقوق يوم القيامة سيكون بماذا؟ بالحسنات والسيئات. ما فيه درهم يوم القيامة ولا دينار ولا فيه أرض ولا فيه بنيان، ما فيه إلا حسنات وسيئات. فالخصومة تعاد يوم القيامة. هذا الذي يقول كسب القضية ربما أنه بعد ما يسميه كسب القضية لا يعيش إلا يوم أو يومين ويخرج من الدنيا وقد جنى على نفسه جناية عظيمة.